سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كيف بقيتو؟ مزيان. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد وفكره زوونه للكوتي او الفطور. كتجي غزاله البنات، بريوش كيجيو كيف القطن، هشاشين والمذاق ديالهم زوين بزاف، محمرين جاو غزالين البنات، ما كيتقاوموش بالمذاق اللي جا فيهم واللذه ورطبين فحال القطن البنات. الكوتي او الفطور الوليدات غادي يحماقوا لكم عليهم، انا متاكده. بهاد المذاق اللي جاو فيهم اللي ذقتهم انا، كيف ما شفتوا حليت معكم وحده. الشكلاط اللي جا فيها باين، يعني المذاق ما كيتقاومش البنات. وبالنسبه للمقادير راهم قلالين، ما كاينش بزاف. ندوزو للمقادير. عندي 500 غرام ديال دقيق الفورس نوعيه ممتازه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، بياض بيضه، الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده، واحد المعلقه ديال العسل او سكر سنيده. ياغورت طبيعي، يعني جبن طبيعي، ماشي ما فيهش لا سكر لا والو، سون سكر. ضروري منه البنات كيجيبها رطيبه بزاف ولذيذه. هاد الياغورت كنعجنوه بكاس ديال الحليب، هاد 500 غرام. كيف ما شفتوا معايا العجينه جات مطاطيه وزوينه رطبه رطبه، شوفوا معايا كيفاش جات غزاله البنات العجينه. بكاس الحليب العنبه، هاد المقادير اللي قلت لكم، كاس الحليب اللي هز ليا سخيخن عجنتو بها. صافي خليتها تخمر واحد 14 دقيقه، من بعد طرقتها، بديت كنقطعها قطيعات صغيورين وكنطرق غير بيديا او بالدلاك. من بعد ملي كنطرقها كنحط الشكلاط فواحد الجنيب وكنبدا الرولي فيها فحال شكل البسيبان. بهاد الطريقه هذه كتجي ساهله البنات. وبالنسبه للشكلاط قطعته هكا قطعات صغيورين، او ممكن ديروا الشكلاط ديال الاكل، المهم تستعنوا باي حاجه، باي شكلاط عندكم تقدروا توظفوه هنايا. كنلوي معكم الثانيه كيف ما شفتوا معايا، طريقه سهله وواضحه، ولكن البنات راه كيجيو زوينين. غادي نكمل هاد الكونتيتي كامله اللي عندي ديال العجينه بنفس الطريقه. صافي، وهنا غادي نخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه اخرى عاوتاني. الجو سخون راه دغيا كيخمروا. الا كان الجو عندكم بارد في الكوزينه ممكن تخليهم واحد نص ساعه حتى يضاعف الحجم ديالهم مزيان. هنا البنات خمروا ضاعف الحجم ديالهم، دهنتهم بصفار البيض، درت معاه شويه د القهوه ديال سريعه الذوبان، وكندردر عليهم هنايا الزنجلان. ممكن تخليوهم هكاك غير بالبيض حتى تخرجوهم، وديك الساعه استعملوهم هكاك او دهنوهم بالناباج او بالكونفيتور او بالعسل، وديروا عليهم اللوز او كاوكاو، المهم الطريقه اللي تعجبكم. وما تنساونيش البنات من لي لايك ديالكم والتعاليق المحفزه اللي كتحفزني، الصراحه كتحفزني بزاف الفيديوهات جداد والشهوات السريعه اللي معودكم عليها ودغيا كتوجد. ما تنساونيش من لي لايك البنات، ومن من توجيهات ديالكم ومن التعليقات ديالكم اللي الصراحه كنحتاجها. هنا البنات دفعتهم الفران سخون وكانت النتيجه هائله البنات. كيف ما شفتوا معايا جاو محمرين كيف القطن، غزلان البنات، والمذاق ديالهم لا يقاوم. بالنسبه للفران البنات حاره 160 170، وتكون العافيه لتحت مهيله حتى يتحمروا من التحت ومن الجنايب، وعاد شعلوا عليهم الفران من الفوق يتحمروا لكم من الفوق، وديك الساعات يكونوا واجدين. كيف ما شفتوا معايا جاو فحال القطنه البنات، غزلان البنات والله شهوه منهم. غير جربوهم بهاد الطريقه وانتم غادي تشكروني عليهم. ونتمنى لكم البنات نهار مبروك بالصحه والراحه. وما تنساونيش البنات، ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليقات ديالكم المحفزه الغزاله اللي كتحفزني وكتزيدني للقدام. نتمنى لكم نهار مبروك والى فيديو قادم ان شاء الله.